السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين في اللغة ال HTML دي هنعمل صفحتين، صفحة مكتوب عليها مرحبا مثلا باللغة العربية، والصفحة التانية مكتوب عليها مصر مثلا. والصفحة الرئيسية هيبقى فيها كوماند مكان أو تكست بوكس، نضغط عليها واحد وندوس جوه. الواحد ده يودينا مثلا على صفحة مرحبا، اتنين يودينا على صفحة المكتوب عليها مصر. ازاي بقى تتعمل في HTML؟ اول حاجه احنا الاول هننشئ الصفحه، النيو فايل اهو، ده اللي هنكتب عليه كلمه مصر. ونسيفها. اه لازم يكون دوت HTML، لازم تكون دوت HTML. اهي مكتوب عليها مصر اهي، ماشي. الصفحه الثانيه اللي هي 3 نكتب عليها مثلا مرحبا، مرحبا، ونسيف. N2 او N2 دوت HTML. يبقى احنا كده عندنا صفحتين. ادي الصفحه اهي، عايزين نخلي دي N1. N1 ادي N1 بيقول لنا ايه يا سيدي؟ مصر. والN2 بيقول لنا ايه؟ بص بقى يا سيدي، سيبك من ده وسيبك من ده وسيبك من ده، خلينا بقى في الصفحه الفاضيه خالص اللي هي بتاعت الاندكس دي. ماشي. صفحه دي عايزين نعمل هنا تكست بوكس مربع نصي ندخل فيه قيمه معينه واحد، وهنا زرار يودينا على الصفحه المكتوب عليها مصر، والثانيه الصفحه المكتوب عليها ايه؟ مرحبا. تتعمل ازاي؟ هتخش على هتخش على جيمين، اللي هو جيمين يعني اللي هو ده. نكتب ايه يا سيدي؟ انا دلوقتي انا شغال في اكواد HTML، تمام كده. عايز تكست، عايز مربع نص، مربع ادخال. لو المربع ده، لو المربع بيساوي واحد، الزر الموجود يحولني على صفحة N1. لو المربع بتساوي 2، يساوي 2، يوديني يا عم N2. خلاص كده. وريني بقى الكود ساعتك. ادي الكود يا سيدي. ماشي. كوبي اولسو. لا احنا عايزين بقى نخش على الاندكس، ما تلخبطش. ارمي الكود، ولا نحفظ ولا نعمل ولا نكتب ولا كان احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده. بعد كده ايه؟ هنعمل سيف الاندكس ونعمل نعمل تحديث كده ونشوف. ادخل رقم جدع. انا بقى لو اخدت واحد وداني على مصر، نرجع تاني. دخلنا على 2 وداني ايه؟ مرحبا. نرجع تاني. طب دخلنا كده ايه؟ نستهبل بقى عليه كده ونخليه 3 كده ونشوف. مش هيودينا حاجه خالص. رقم غير صحيح، يرجع الخير 1 أو 2. جود يلا HTML يلا، وجود يلا الموقع اللي هو اسمه ايه ده؟ جيميني ده.
احنا هنقعد بقى نقول لك نحفظ الكواد مش كواد، احنا مش قاعدين في مدرسة، احنا عايزين نخلص ننجز. لو عايز تنشئ موقع، استخدم هذا الموقع المساعد الكبير الضخم، يقدر يخلص لك من القصص دي كلها. دي بس ايه، نبذة عن ال HTML. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.